السلام عليكم، ازيكم؟ وكالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة. النهاردة الجمعة، يعني غدا جماعي، يعني اليوم اللي بستناه كل أسبوع عشان نتغدى فيه سوا مع بعض. أكلنا النهاردة بسيط خالص، ما فيهوش أي حاجة ولا فيه أي افتكاسة. بس حبيت أشارككم النهاردة يوم الجمعة. عملت رز وبطاطس وفراخ. تعالوا بقى مع بعض نشوف عملتهم ازاي، وطريقتي في المرقة، في الفراخ اللي بالمرقة أو بالشوربة. هنا معايا في حلة حطيتها على النار، حطيت فيها حوالي 4 معالق زيت، او حسب ما انتي عاوزة، حبة تقللي قليلي، حبة تزودي زودي. حطيت فيهم كام حبة مستكة كده، وكام حبة حوالي 3 وحدات حبهان، واستنيت اما سخنوا، وبعد كده هنزل بالفراخ بتاعتي. طبعا انا سلقه الفراخ، كنت حطاها في المحلول بتاعها اللي بحطها فيه اللي قايلكوا عليه قبل كده، وبعد كده سلقتها في ليمون، وبعد كده غسلتها، ودلوقتي بديها تشويحة قبل ما انزل عليها المرقة او المية اللي هتبقى شوربة. هديها بقى ايه 5 دقايق كده ولا حاجة، تقعد تشوح بالشكل ده. هي الحلة معايا ضيقة من تحت شوية، بس هي مناسبة ليها يعني. هنا بسخن لها مية في البرادة على جنب. معايا دي مرتة، بصل وعليه فلفل اسمر، حبة كمون صغيرين، وملحة. قسمتها 2 كده علشان خاطر احط نصها على الفراخ والنص التاني احطه على البطاطس. طبعا المرقة دي المرتة دي لما بتحطيها في الشوربة كده بتبقى تخلي ريحة الشوربة حلوة قوي وطعمها حلو قوي. بتدي لها طعم حلو كده وريحة حلوة قوي يعني. هسيبهم مع بعض كده 5 دقايق واغطي عليهم. مش هحط اي بهارات ولا اي حاجة دلوقتي. انا كده اهو بقول لكم هسيبهم 5 دقايق مع بعض. كده خلاص ال5 دقايق عدوا، الريحة حلوة. وهنا حطيت معاهم بصلة صحيحة. زوجي بيحب البصل في الشرب. في ناس كده معرفش بقى ان كان في ناس كتير كده ولا لا، بس احنا كده يحب البصلة يحب الجزرة يبقوا في الشوربة يعني، بس ما كانش عندي جزر فما حطيتلوش جزر. طبعا الفراخ كل مرة بنعملها ببصل بنعملها بطريقة تانية يعني مختلفة. اول مرة اعمل بشوربة فقلت اعملها معاكم بشوربة المرة دي. كده خلاص نزلت عليها بالمية اللي كانت في البراد. طبعا قعدتها كمان 5 دقايق تانيين مع البصلة الصحيحة دي، بتدي ريحة حلوة برضو، حتى لو انت مش حاطة البصلة المرتة بتدي ريحة حلوة. البصلة انا مرتاها حاطة فيها فلفل وملح وكمون، يعني انا مش هحط ملح دلوقتي الا لما اشوف الشوربة يبقى نظامها ايه، علشان ما بقاش كترت الملح. انا حطيت بس هنا نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، وهغطي عليها، والملح هحطه في الاخر خالص لما تستوي. هنا بقى هعمل بطاطس. انا عندي حوالي 4 حبات بطاطس مقطعاهم كده انهم يتعملوا صينيه، مقطعاهم شرايح. حاولي وانتي بتقطعي البطاطس تخليها قد بعضها علشان لما تيجي تستوي زي بعضها. مفيش بقى واحده تبقى جامده والتانية مش كده وكده يعني. هاجي بقى ببقيت كميه البصل المرتة اللي كانت معايا، وهجيب عليهم حوالي معلقه توم. توم اللي هو اللي عندي اللي انا عيناه اللي انا قايلكوا عليه قبل كده اللي في الفريزر ده. هحط عليه حوالي معلقه توم كده حلوه، وهقلبهم في بعض مع البصل. هو انفكك لاني كنت سايباه بره بقاله شويه. عفوا. قلبتهم مع بعض اهو كويس قوي، دخلتهم في بعض. هما كده كده يعني في الصلصه كل حاجه هتقلب مع بعضها، بس عارفين بيدوا ريحه حلوه بعطيني يعني، انا شم ريحتهم حلوه قوي من قبل ما احطها على البطاطس. احيانا بقطع البصله شرايح واحطها على البطاطس، بس هنا عملتها مرتة برضو هتدي ريحه حلوه قوي للبطاطس، وبتخلي طعمها حلو كمان، مش ريحه وبس. كده تمام. عندي بقى عصرة حوالي 5 أقراص طماطم اهم، ومصفياهم، وكنت سايباهم على جنب يعني. هنزل عليهم اهو على البطاطس. البهارات برضو هنا انا هحط هنا بهارات، بس مش هحط برضو ملح.
غير لما ادوق في الاخر، لان طبعا الدقه فيها ملح، دقه التوم، وعندي كمان المرتة فيها ملح. حطيت هنا نص معلقه فلفل اسمر صغيره برضو، وبرضو معايا نص معلقه شطه، لان الدقه مفيش فيها شطه، فيها شطه خضراء بس مدقوقه، مفيش فيها حمرا، ونص معلقه كمون صغيره. وبعد كده هحط المادة الدهنية. طبعا عايزة تحطي زبدة حطي زبدة، عايزة تحطي سمنة حطي سمنة، احنا عندنا زيت بنحط زيت. وكده خلاص هولع عليها وكده تمام. كده بقى بعد ما طلعت من الفرن انا دخلتها طبعا تحت الشواية بعد ما استوت. وهنا الفراخ برضو كانت خلصت وحمرتها في المقلاية. من زمان ما حمرناش فراخ في المقلاية، بنعملها تحت الشواية على طول. وبكده الاكل بتاعي يكون خلص. يا رب يكون هو حاجة بسيطة بس يا رب يكون عجبكم، وجمعة مباركة عليكم يا رب. آه، هي حاجات بسيطة بس بيبقى طعمها حلو قوي واللمة بتبقى احلى. بتمنى لكل عيلة تكون متجمعة كده مع بعضها يا رب، ودايما في صحة وهنا وسعادة. وشكرا للي بيتفرج عليا يا جماعة، وبتمنى منكم أكون تحت حسن ظنكم يعني. وما تنسونيش في اللايك، وتنسوني في الاشتراك عشان نكبر بيكم إن شاء الله. وشكرا. سلام.